الماركتنج بصوره اشمل عمليه تحديد وتوقع وتلبيه احتياجات العملاء عن طريق التواصل وتوصيل القيمه اللي هو محتاجها عن طريق بقى البروسيس بتاعت الماركتنج، اللي هو في الاخر بعمل ماركتنج ريسيرش، بشوف الماركت نيد، الكاستمر نيد، السوق محتاج ايه، العميل محتاج ايه، وازاي البي له احتياجه ده، اصنع منتج، بعمل برودكت ديفلوبمنت، بشوف المنتج اللي العميل عايزه، بعمل تيستنج في السوق، بعد كده اعمل البروموشن بتاعي بقى ان انا اروج اوصل المنتج ده ابيعه، وبعد كده ابدا الجيرني بتاعتي مع العميل. اقوى قيمه او اهم هدف للماركتنج بالنسبه لي هو في الاخر يبيلد الريليشن. انت بتبني العلاقه بين الشركه وبين العميل، العلاقه دي بتبقى علاقه على طول مستمر. انت العميل اشترى منك مره، فمره كان مبسوط، فهتعرف في الاخر الفيدباك بتاعته، فازاي تبني عليها تطوير الخدمه او تطوير المنتج. ده الماركتنج بصوره ايه، بصوره اعم. والماركتنج من الحاجات القديمه جدا، قديم زي البيع، حتى كان له حفريات مصريه قديمه فراعنه، وفي الحضارات اليونانيه كان عن الناس بتروج لمنتجاتها من زمان. فالماركتنج ايه، قديم جدا. قاعد في السرير انت بتوصل للعالم كله، تعرف تبيع في كذا دوله وانت قاعد في بيتك. ممكن لحد دلوقتي في ناس ما بتستخدمش اي حاجه فيهم الا حاجات القرن 19، اللي في الاخر في ناس منهم ما بتستخدمش الحاجات الرقميه. بمعنى لحد دلوقتي تلاقي نفسك بتخلص صلاه الجمعه، في ناس بتوزع لك ورق، يا جماعه انا ايه، سوبر ماركت، انا فتحت شركه وعايز ابيع، فتعالى اعمل لي التسويق. دي عند كل الناس، يا جماعه انا فتحت شركه وخلاص انا موجود عايز ابيع. هل هو ده التسويق اللي هو الاخر يلا بقى سوق لي عشان ابيع؟ فدايما الماركتنج بيبدا من قبل ده. دايما ايه، اول حاجه انت فهمت الكاستمر نيدز، احتياجات العميل في الاول، بعد كده ازاي هوصل له بقى المنتج، هعمل الكاستمر اويرنس والريتش، بعد كده ازاي هبني البراند بتاعي، البوزيشننج بتاع البراند، صورتي الذهنيه عند العميل. العميل لما يفتكر البيزنس، لما حد يجيب سيره البيزنس بيفتكر ايه، او ايه الحاجات اللي بتوصل له، المشاعر اللي توصل له. بعد كده في الاخر الميزات التنافسيه، زي ما عبد الرحيم قال لك انا ايه، رحت بلو اوشن، ميزه تنافسيه صغيره، هروح في حته جديده محدش بيلعب فيها، هعرف ايه اشتغل فيها بشكل كويس وابيع لوحدي بعيدا عن المنافسه. طبعا بعد كده ايه، بيلد الكاستمر ريليشن شيبس، وبعد كده ايه، التوسع، ماركتنج اكسبانشن.